ليه الناس بقت ممكن تشوف حد بينزف للموت وتقف تتفرج بدون أدنى تدخل يذكر؟ تخيل معايا كده يا صديقي ماشي في الشارع وفجأة شفت خناقة كبيرة جدا أو حد واقف وبينضرب وسايح في دمه، بس الغريب إن محدش بيتحرك يلحقه. أنت بس بتستغرب وتقول هي الناس مالها قسيت كده ليه؟ بس الحقيقة العلمية هنا بتقول إن دي مش قسوة قلب، دي ظاهرة نفسية غريبة اسمها ظاهرة المتفرج. العقل البشري لما بيتحط في موقف طارئ بس في كرسي المشاهد بيختلف عن لو كان طرف في الموقف ده، فتلاقي المسؤولية جواه بتتوزع على كل الموجودين تلقائيا. فدماغ كل واحد واقف بتقول له بذكاء وحيادية أكيد في حد غيري أجرأ مني أو أقوى مني هيتدخل دلوقتي وينقذ الموقف، والنتيجة تلاقي كل الناس واقفة وتلاقي المسكين غرقان في دمه ومحدش اتدخل بأي شكل. الخطورة في الظاهرة دي إن الوقت بيعدي والضحية ممكن تضيع قدام عينيك لمجرد إن الكل مستني المعجزة. طيب لو أنت اتحطيت في الموقف ده تعمل إيه؟ أقصد طبعا وأنت لسه في منصة المشاهد مش الضحية، يعني ربنا يسترها علينا. لو ما عندكش الجرأة الكافية للتدخل اطلب بشكل واضح من شخص معين قدامك يتحرك، مش مجرد انك تقول للكل حد يلحقه يا جماعة حد يلحقه، علشان ما حدش هيتحرك برضه. ومش لازم كل المواقف فيها خناقة، يعني ممكن مثلا ناخد الخطوة دي في اي موقف فيه ناس بتتفرج بدون تدخل على اي شيء يذكر. شاور بايدك على شخص قدامك واقف في وسط الناس اللي حواليك وقول له باللفظ كده انت يا استاذ يا اللي واقف لابس قميص ازرق مثلا، حدده اتصل بالاسعاف فورا او هات لي كذا كذا او اتصرف في الشكل الفلاني. بكده انت كسرت توزيع المسؤوليه على الناس اللي واقفين والموجودين وحطيتها بس على كتفه هو، وبعد كده هتلاقيه بيتحرك تلقائيا والناس كلها ساعتها هتبتدي تتجرأ وتقلده. افتكر دايما ان الخوف معدي بس الشجاعه والاقدام ممكن يبقوا معديين اكتر بكتير. وقول لي كده امتى اخر مره وقفت تتفرج من بعيد؟